أحيه الدولار ب50 جنيه لأول مرة رسميا يكسر الدولار حاجز ال50 جنيه النهاردة. ما حصلتش قبل كده طوال تاريخ مصر، ومن ساعة إنشاء أمريكا وظهور الدولار ده على الساحة الدولية أول مرة يوصل بشكل رسمي في البنك ب50 جنيه، رغم إن الرئيس السيسي قال قبل كده في أحد تصريحاته إن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع فيها. لا، إن لو سعر الصرف ممكن يسبب مشكلة أو إن البلد تضيع، يعني إحنا نمشي أحسن. بصراحة خطابات كده يعني من اللي بتتقال زي بتاعت انتوا نور عينينا، يعني من نفس النوعية، يعني على نفس الوزن. قبليها بيومين رئيس الوزراء كان لسه طالع يقول ان في سعر مرن، وان عادي الدولار هيطلع 5%، ينزل تحت 5%، يتحرك عشان ده سعر مرن. وسبحان الله بعد الكلمتين بتوعه دول الراجل ده بركة قالهم من هنا الدولار اهو عدى كسر حاجز ال50 جنيه، وكأنه كان بيدي رسالة كده ايه، يعني خدوا بالكم الدولار طالع تاني. والمصيبة الأكبر إن الدولار في العقود الآجلة وصل 58 جنيه. واضح إن احنا رايحين في داهية، وإن الدولار طالع تاني وبدون سبب. مفيش أي جديد، مفيش حاجة بتحصل. احنا بنسدد الديون اللي علينا اللي ورطونا فيها وملبسيننا في خوابير الديون، وعشان كده الجنيه بينزل والدولار بيعلى. مع انت عليك دولارات متلتلة كل سنة بتدفعها، والسنة الجاية 2025 فيه بتاع 22 مليار وشوية هيدفعوا برضو قسط ديون. فانت دخل البلد من العملة اساسا خارج في سداد الديون.